اليوم العالم كيغلي. الخام الأمريكي كسر حاجز $100 للبرميل. الخبر جاء من بعد فشل ذريع في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ولكن السؤال اللي خصنا نسولوه هو: واش هاد شي مجرد أرقام في البورصة ولا شي حاجة غتأثر على جيبنا في المغرب؟ باش نفهمو مزيان، النفط ماشي غير مادة كنحبموها. النفط هو الدم اللي كيجري في عروق الاقتصاد العالمي. فشل المحادثات يعني أن التوترات في منطقة الخليج غتزيد تسخن. الأسواق خايفة من سيناريوهات الحرب، وهذا الخوف كيترجم لزيادة في الأثمنة. المغرب اليوم رغم المجهودات الكبيرة في الطاقة المتجددة لساته مرتبط بالوقود الأحفوري. شنو واقع في المغرب؟ بكل بساطة، ارتفاع فاتورة النفط كيعني ضغط إضافي على الميزانية العامة للدولة. ملي كتغلى المحروقات كتغلى سلسلة التوريد كاملة. الفلاح اللي كيهز الخضرة للسوق، والمصنع اللي كينتج، وحتى المواطن في تنقله اليومي كله كيخلص الضريبة ديال هذا الصراع اللي واقع آلاف الكيلومترات بعيد علينا. المغرب اليوم مضطر يسرع الانتقال للطاقة النظيفة، ماشي غير كخيار بيئي، ولكن كخيار أمن قومي، باش نتحروا من تبعية قرارات ترامب وقادة إيران اللي كيتضاربوا على النفوذ. انتوما شنو بان لكم؟ واش المغرب يقدر يتحمل هاد الزيادات في الأثمنة لفترة طويلة، ولا خاص حلول جذرية للدعم؟ خليوا لينا آراءكم في التعليقات.